السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة، اللهم امين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، في تحضيرات كده لازم تعمليها كل اسبوع، هتسهل عليكي كتير وخصوصا في وجبة السحور، واهمها هو الفول. هنعمله النهاردة بدون دماسة، هنعمله في الحلة بطريقة جميلة جدا، وهقولك ازاي ما يسودش منك ويطلع معاكي مزبت كده وكهرمان. كل ده هنشوفه مع بعض. نقول بسم الله كده. معايا هنا كيلو من الفول. تستخدمي الفولة اللي هي البلدي اللي بتبقى لونها فاتح. استبعدي خالص اللي هي بتبقى مستوردة اللي بتبقى صغيرة كده ولونها بني، دي استبعديها. يبقى معايا كيلو من الفول. اهم حاجة نقعته كويس جدا، بتنقعيه اقل حاجة 6 ساعات. تمام. بعد ما بننقعه 6 ساعات او ليلة كاملة، هنبدأ ان انا اشطفه كده شطفة حلوة كم مرة كده تحت الحنفية. وبعد كده هنبدأ نضيفه بقى في الحلة بتاعتنا. وكيلو الفول بحط عليه كوباية من الفول المدشوش، ونص كوباية من العدس. بالنسبة للفول والعدس انا بس غسلاهم، بس مش لازم ان هما يتنقعوا. تمام كده. حطيت نص الفول وبحط العدس والفول المدشوش. طبعا العدس قيمة غذائية وبيدي لون حلو للفول بتاعنا. وبحط ليمونة كاملة كده زي ما انتم شايفين، دي بقى بتمنع ان الفول يتأكسد معايا او ان هو يسود معانا. ومعلقتين من الخل. والخل فايدته هنا معايا في تسوية الفول ان هو بيسرع من تسوية الفول. تمام. وبنزل بمية تكون سخنة، ودي اهم حاجة، تنزلي بمية سخنة. اخر حاجة بضيفها وهي معلقة صغيرة كده من الكركم على الكيلو، بتديلي لون حلو كده للفول. عايزة تستغنى عنها براحتك، بس طبعا قيمته الغذائية حلوة الكركم، غير ان هو بيدي لون حلو للفول بدون طبعا اي الوان صناعية. اول حاجة بتكون زي ما انتوا شايفين النار بتاعتي في الاول بتكون عالية. اول ما يبدأ يغلي معايا هبدأ ان انا اوطي النار خالص، شمعة كده عليه. تمام. طبعا انا هنا عشان مسوياه في الحلة، فهنبدأ بص هتلاقوا فيه ريم كده بيطلع على الوش. ده ابدأي ان انت تتخلصي منه وتشيليه. انا ما طلعش معايا كتير، ده اتخلصي منه، دي حاجة مهمة جدا. ناس كتير ما بتعملهاش. لا ده انت استغني خالص عن، بصوا كل ده غازات كده بتطلع هنا. علشان بقى الحلة بتاعتي الغطا في فتحة، وحبيت ان انا احكم الفول بتاعي كأني بصي بدمسه في الدماسة بالظبط، واحسن كمان. بتجيب كده ورق من الفويل، وبدأت ان انا احطها على الحلة. وهنسيبه بقى قد ايه براحته. انا كده حطاله ميته مظبوطة، وعشان تظبط المية بتحطي يعني عقلتين صبع كده فوق الفول بتاعك يبقى مية. بسيبه بقى يعيش مع نفسه خالص. وطبعا طالما فيه فول يبقى لازم فيه بليلة. دي الغلة بتاعت البليلة، بنقعها زيها زي الفول، وبنشطفها وبنبدأ نحط عليها مية عادي من الحنفية وبنرفعها على النار. وهنبدأ زي ما عملنا في الفول اي كده ريم بيبدأ على الوش، هنبدأ ان احنا نتخلص منه ونشيله. وبالنسبة للبليلة لما تيجي تسويها التسوية الصح بتاعتها، ما تسيبهاش على النار لحد لما تستوي تماما. هي هتغلي غلوة 2، وبعد كده بتطفي عليها وبتسيبيها خالص. هي مع نفسها هتلاقيها شربت المية بتاعتها واستوت مع نفسها. في الوقت ده الفول لسه بتاعنا على النار. انا ما رفعتش الغطا عليه خالص الا بعد ساعتين. بعد ساعتين برفع عليه الغطا لقيته استوى، الحباية استوت، بس لسه في مية. تمام. بسيبه بقى على النار، خد معايا حوالي 5 ساعات او 6 ساعات. طب كتير؟ لا مش كتير خالص، سيبيه ياخد راحته. انا لا هضيف نشا ولا هضيف دقيق ولا هضيف اي حاجة. هيستوي مع نفسه كده وهيبقى زي الزبدة معاكي. والقوام بتاعه تحفة، من غير اي اضافات نهائي. ده بيرجع للتسوية، التسوية الصح يا حبايبي. انا ممكن استعجل عليه، هو بعد ساعتين طبعا كان الحباية كانت استوت معايا، بس لسه القشرة قاسية شوية. فانا طبعا النار يعني تكاد مش موجودة، وبسيبه براحته خالص خالص.
عشان اوصل للقوام الجميل ده من غير اي اضافات نهائي. شايفين بقى القوام؟ طبعا عمرك ما هتشتري فول من بره بالجمال ده ولا القوام ده، بيبقى عبارة عن مية وكم حباية كده بس في الكيس. لا، احنا نعمل حاجتنا في البيت، حاجة سهلة جدا. امشوا على بس الخطوات اللي قلتها لكم. اهم حاجة اهم حاجة يا بنات التسوية، ما تستعجليش عليه. هي النار يعني كأنك مش مشغلة حاجة، بس اديله وقته في التسوية وهتاخدي النتيجة الجميلة دي. شايفين لونه الجميل والحباية دايبة زي الزبدة. وهنا البليلة بتاعتنا كانت برضو خلصت، شايفين كانت خلاص استوت معايا تماما وشربت المية بتاعتها. هنبدأ بقى في الوقت ده كانوا بردوا، فهنبدأ ان انا اعبيهم. وده بقى بيرجع ليك انتي بتعبي على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انتي لو هتحضري التحضيرات دي كل اسبوع، اعملي كمية نص، مثلا نص كيلو بنص كيلو فول، وابدأي ان انت تدمسيه كده في الحلة. ما توقفيش نفسك على دماسة في الحلة، بيبقى جميل زي ما قلتلك. بس اهم حاجة ان انت تحكمي الحلة بتاعتك كويس جدا، وهتاخدي احلى نتيجة باذن الله. طبعا اديله وقته في التسوية كويس، وما تضيفيش لا دقيق ولا نشا ولا اي اضافات خالص، وهيطلع معاكي باذن الله نتيجته فوق الممتاز. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم يا بنات، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.